مسجد الصبور مسجد يقع في قرية الزنج من محافظة العاصمة. يقع مسجد الشيخ محسن الصبور عند مدخل قرية الزنج الشرقي، وكان يسمى أيضا بمسجد الوطية بسبب وجود أثر وطية أي قدم إنسان، يعتقد أنها للإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه. كانت بالقرب من المسجد. يقول الحاج علي مال الله أنه رآها فيما مضى في الساب أي جدول الماء القادم من عين قصاري، ولكنها اندثرت بعد أن أنشئ الشارع على المكان. ولعل هذه الوطية مما تدعم كلام الشيخ البجلي حول هذا المسجد، فقد جاء في كتاب 250 علامة لآية الله السيد محمد علي الطبطبائي أطال الله في عمره تحت عنوان مسجد في البحرين يكشف سقفه حتى يظهر الحجة عليه السلام. ومن علامات الظهور قضية مسجد الصبور في البحرين في قرية الزنج، إذ رأى الشيخ البجلي شخصا عليه آثار الهيبة والجلالة يصلي في خربة، فقال له: تفضل إلى المسجد وصلي هناك. قال: لا، إن هذا مسجد في الأصل. فأمر أهل القرية أن يبنوا هذا المسجد. فقال: من أنت يا شيخ؟ قال: أنا صاحب الأمر. فتمسك به وقبل يديه، فقال له: دع عنك هذا، وخط له موضع المسجد وحدوده. فقال: يا مولاي، إن أهل القرية يتهموني بطلب الصدقة لنفسي إن طلبت المال لبناء المسجد، فما العلامة التي أدفع فيها تهمتهم؟ قال: العلامة أن هذا المسجد لا يقبل التسقيف ما دمت غائبا. فبنوا المسجد وحاولوا تسقيفه، وإذا بسقف المسجد ينقلع كالغطاء من العلبة. فاتهمت الحكومة الشيعة بالكذب، فسلطوا الشرطة وسقفوا المسجد بأقوى ما أمكن دفعا لهذه الكرامة وتكذيبا للشيعة، ووضعوا الحرس حتى لا يهدمه أحد، وإذا بالحرس يضرب عليهم النعاس، ويصبح الصباح وإذا بالمسجد قد انقلع سقفه وانقلب إلى الجانب الآخر كأنه غطاء علبة، وبقي حتى اليوم وحتى ظهور الحجة عليه السلام. أقول: وهذا شبيه بقصة تشييد مسجد جمكران في قم. وذكر الوالد رحمه الله اشتهر عن مسجد الشيخ الصبور أنه كان في أيام تفشي وباء الجدري في البحرين كان الناس يمسحون أجسادهم بقطرات الندى الهاطلة على جدار المسجد يستشفون به. أما عن سبب تسميته بمسجد الشيخ محسن الصبور فيعود إلى اسم باني.